لهاللحظة هي اللي ما جرب الكباب هندي يجربها على طريقتنا، بيدعي لنا شيء ولا أروع من هيك. بسم الله. عندي هون 650 جرام لحمة مسوفة. لحمة مسوفة يعني تلتين وتلت مثل ما صرنا نعرف، يعني تلتين هبرة وتلت دهنة. بدي أحط لهم قطعتين توست، إذا ما في توست بحط لهم معلقتين كعك. هي بتعطينا هيك رخافة للحمة، ما بتخليها تشد معي. فارمهم ناعمين بدي أحطهم فوق اللحمة. بدنا ندعكم مع بعضهم البعض إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هون نص معلقة صغيرة فلفل أسود ومعلقة صغيرة تقريبا ملح، وطبعا الملح اختياري، انتم حسب الرغبة بتحطوا. أنا اختياري هي بحط لها تقريبا هيك شيء نص معلقة دبس فليفلة، بيعطيني طعم طيب فيها كتير. هلا بدنا ندعك بقى. بسم الله توكلنا على الله. هلا مثل ما ملاحظين هي ما ضفت لها مثل داود باشا. داود باشا حطينا لها بقدونس. الكباب هندي هلا ما ضفت لها بقدونس، هيك بالتمس هذا احسن واطيب وهيك اصوله يعني. كمان بدي اضيف لها للطعمه تعطي نكهه كثير طيبه معلقه بصل ناعم، معلقه واحده مو اكثر يعني. كمان بندعكها مع بعضها. هلا بعد ما دعكتها واندمجت معي بشكل جيد جدا يعني بدي ارصها بال20 ل 25 جرام القطعه تقريبا. في عندي هون زبديه فيها شويه مي، بلك ايدي فيها مشان ما تلزق اللحمه فيها، لكه هيك بسيطه. بناخذ بحدود 20 جرام، مو ضروري تكون كبيره. بنشدها هيك بايدنا شده صغيره ونفلتها قدامنا. اليوم ان شاء الله تاكلوا كباب هندي ولا اروع من هيك باذن الله. طبعا هي اللحمه خروف بلدي يعني، وهذا الخروف البلدي معلومكم ما بيجي فيه زنخه يعني، مو مثل البيلا. بحال اللحمه مثلا انتم في منطقه او بلد يعني ما في غير عندنا غير عجل او لحم بيلا، فبنضيف شويه هيك رشه صغيره هيل ورشه صغيره زنجبيل، بتقضي على الزنخه ان شاء الله. وهلا هيك خالصين عندي. انتقل للمرحله الثانيه. يا الله، في عندي هون الليه اللي سريت لكم اياها اذا بتتذكروا. عندي معلقه كبيره، اذا ما بتقدروا على الليه ممكن انه نبدلها بزيت نباتي، شي ربع كاسه تقريبا، ما بدنا نكتر زيوت فيها. هي حطينا هلا معلقه. بس صراحة الكباب هندي ما بيطيبها إلا اللية، لذلك أنا بنزل 100 جرام لية مع الصوص تبعها، خليها تنسلق هيك شي دقيقتين، وبعدين أول شغلة بنزل البصلة فوقها. هون عندي بصلتين كبار طرنشات مثل ما شايفين، نزلهم طرنشات كلهم شايفين بهالشكل هذا. اليوم ناكل كباب هندي رائع جدا بإذن الله، يعني مثل ما بساويها من سنوات يعني بالمطعم عندي، عم تعطيكم إياها إن شاء الله شي ولا أروع من هيك. الكل ممنون منا بفضل الله عز وجل. هلا بعد ما شوحنا البصله 5 دقائق تقريبا لحالها، ما شاء الله صارت رائعه جدا يعني. عندي هون الفلفل الاسود نص معلقه صغيره فوق البصله، كمان حسب الرغبه، انتم بتكتروا بتقللوا حسب الرغبه. وبدي احط نص معلقه كبيره ملح، وانتم حسب الرغبه بتحطوا الملح. عندي معلقه كبيره دبس الفليفله كمان بنزلها فوق البصله مشان تتشوح معها بتطلع طيبه كثير. وكمان معلقه كبيره دبس البندوره، هذا شيء اختياري. نص معلقه صغيره بهارات مشكله او بهار الحلبي، كمان بيعطيني طعم كثير طيب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوحهم مع بعضهم البعض. عندي هون معلقه صغيره بابريكا، خشنه او ناعمه ما في مشكله. هلا حاجتها هيك بدي نزل فوقها قرنين فليفله خضراء وقرنين فليفله حمراء كمان مقطعين طرنشات، نزلهم بعمل لهم تشويحه معهم. اللهم اني تبرأت من وهم حولي وقوتي الى سعه حولك وقوتك يا ذا القوه المتين. هلا هيك تسبكوا مع بعضهم صاروا ممتازين. بعد 10 دقائق تمام من اول ما بلشنا. في عندي هلا بنزل الثوم مشان ما يحترق الثوم، نزلته اخر شيء. عندي هون 3 اسنان ثوم ناعمين، بنقول هيك فتله مع بعضهم. وبننزل البندوره، كيلو ونص بندوره مقشره وفارمه مربعات مثل ما شايفين هالشكل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شايفين الكباب هندي عباره عن تطبيق يعني، بس بهالطريقه هي بناخذ طعم ولا اروع من هيك. خليكم معي خطوه بخطوه. اخر شيء في عندي هون 3/4 الكاسه، وهي اساسيه وطيبه جدا، تمر هندي. 3/4 كاسه، كاسه الشاي يعني، حطها فوق منه مشان ناخذ الطعم الرائع. والتمر هندي هذا هو التمر هندي اللي ما بيعرفه يعني. ناخذ شقفه بننقعها بمي بارده او بمي سخنه، ما في اي مشكله، بنستناها ساعه زمان، بعدين بنعصرها بناخذ العصاره تبعها. هلا بنرجع لكم بعد شيء ربع ساعه ان شاء الله حتى تتسبك هيك مع بعضها. هلا بعد 20 دقيقه تمام نكشف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين محلاها ما شاء الله ما شاء الله. عندي البركسي هي او اي صينيه موجوده عندكم، صينيه فرن بيركس، اي شيء موجود عندكم تشتغلوا فيه ما في مشكله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. الدعاء هو العبادة، دائما ادعوا ودائما اذكروا الله سبحانه وتعالى بكل حركاتكم، إن شاء الله فيها خير كبير يعني عظيم. الصوص اللي عندي قدر الإمكان خليه إنه يكون متساوي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بلش نصفها قدام بعضهم. طبعا كمية اللحمة بإمكانكم تضاعفوها ما في أي مشكلة يعني، بس هيك شايفه انا ممتاز ان شاء الله. كباب هندي صار جاهز عندي. مثل ما انتم اجتني كثير تعليقات بالنسبه لانه شو في فرق بين الداود باشا والكباب هندي. الفرق كثير بسيط يعني. هلا مثل هون الكباب هندي حطينا له فليفله حمراء وفليفله خضراء، وما حطينا بقدونس مع اللحمه. هنيك بالداود باشا حطينا بقدونس مع اللحمه، هذيك كبترناها مثل عوامه، هي عباره عن اصابع يعني سويناها. اختلاف كثير بسيط. هي حطينا لها تمر هندي، هنيك ما حطينا تمر هندي. اختلاف بسيط بس الطعم اكيد بيفرق. هلا ان شاء الله على الفرن شي 10 دقائق بنرجيكم اياها ان شاء الله. بسم الله. طبعا الفرن بدي احطها على 200 فوق وتحت بالنص تمام. 10 دقائق تمام. نعمل لها تقليبه للحمه، اي شيء موجود بالبيت، ملقط شوك اي شيء، نعمل لها تقليبه للحمه للوش الثاني عشان تستوي من الطرفين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط القرون الفلفل هيك على الوش على التعيين. لا على الفرن بنرجعها، وهي 10 دقائق ثانيات بالفرن صارت جاهزه عندي ما شاء الله. يعني الصوره لحالها عم تحكي ما شاء الله.
وهي المقبلات والرز جاهز. ألف صحة وعوافي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صارت أكلتنا جاهزة إن شاء الله. ألف صحة وعوافي. كثير منا بهالوقت هذا يعني هموم وغموم وديون، لذلك نتذكر بعضنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى المسجد يوما فرأى أبو أمامة الباهلي في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك يا أبا أمامة في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون أثقلتني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على قول إذا قلته أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فقال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: والله إني قلتها فأذهب الله عني همي وقضى الله عني ديني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا كل خير.